السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتشار رهيب الفترة اللي فاتت لنزلات البرد، النزلات الشعبية لدرجة التهاب رئوي في بعض الأطفال. يا جماعة طفل بيكح لازم أجري بسرعة على الطبيب، الكحة عرض مش مرض، يعني الكحة دي ليها سبب، السبب بتاعها هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ الطبيب هو اللي بيحدده عشان يقدر يعالجه كويس. ما نستناش لما طفل الدنيا تبوظ معاه والنفس يقل معاه، طبعا لو نشاطه قل، لو نفسه قل، لو بدا ينت، لو بدا يكح، صدره يشحر، ده ممكن يكون دخل في التهاب رئوي، التهاب الرئوي ده محتاج علاج قوي، ده مشكله كبيره، فلازم نلجا للطبيب بسرعه. طب عشان احافظ على طفلي اصلا من حاجه زي كده المفروض اعمل ايه؟ التغذيه السليمه، تهويه المكان، شرب الميه والسوائل بانتظام، لو طفل رضيع يرضع بانتظام، طبعا الرضاعه الطبيعي افضل من الصناعي لو امكن، لكن لو ما امكنش مفيش مشكله الرضاعه الصناعي بانتظام عندنا. طيب لو طفلي بدا يجي له برد بسرعه ابتدي انظف مناخيره سواء كان بالنقط المعتاده او ببخاخات ميه البحر او بغسيل الانف ان تداعى الامر، طبعا مش لكل الحالات، للحالات اللي مطلوب فيها نظفي مناخير طفلك كويس، ده هيفرق معاه كتير قوي ان ما يحصلش افرازات خلف الانف، دي من اشهر اسباب الكحه او من اشهر الاسباب اللي عندنا اللي ممكن تعمل التهابات بعد كده، سواء التهاب شعبي او حتى لا قدر الله التهاب رئوي لو نزل السكريشنز دي او السوائل دي على الرئه. تمام؟ التغذيه السليمه اهم حاجه في الموضوع، يبقى تهويه وتغذيه ومحافظه من نزلات البرد. التطعيمات الاضافيه لو فعلا نقدر ناخدها يا ريت، هي مش رفاهيه ولا حاجه، سواء كان تطعيم الانفلونزا، سواء كان تطعيم ضد المقورات الرئويه للالتهاب الرئوي، سواء الاخرين بقى التهاب سحائي، روتا، كل الكلام ده مهم. نصيحتي الاساسيه ان لو طفلي كح، لو طفلي بدا يسخن، لو طفلي بدا ينت، جري على الدكتور عشان الحق الحاله قبل ما تزيد، وربنا يحفظها.